السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا بنات جدا 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 من الفيديو الاخير. ان شاء الله باذن الله النهارده الخميس، ان شاء الله باذن الله بنعمل شويه حاجات كده مع بعض نعمل شويه ترتيبات، شويه حاجات كده في البيت. فان شاء الله باذن الله نعملها النهارده كده مع بعض. نستعين بالله كده. اول حاجه طبعا، لو انت اول مره تشوفيني، انا اسمي عبير ودي قناه يوميات بيرو. اتمنى طبعا ان انتوا تنزلوا على طول دلوقتي تحت على طول، تضغطوا على زرار الاشتراك وكمان اللايك يا بنات، بيفرق جدا جدا في الفيديو. والكومنت الحلو بتاعكم طبعا اللي انا بستناه. يعني بصوا قد ايه يعني عارفين اللي هو انشراح في القلب كده. بحبكم جدا جدا جدا، واحب اشكر كل اخت انضمت معايا في القناه. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا. مش قادره افتح عينيا بصراحه من الاضاءه وكده. عشان طبعا مفتحه الشبابيك وكده، وقاعده بتكلم معاكم من اول غرفه انا هبدا بيها، ومن اول اوضه انا هبدا بيها، هي اوضه الاولاد. هنكتب شويه كده حاجات مع بعض، ونعمل شويه حاجات عشان ان شاء الله باذن الله باذن الله نبتدي تنظيفات الحاجات اللي انا هنفضها للعيد. في حاجات هعملها وفي حاجات مش هعملها. بصراحه البيت مش بيبقى محتاج كل حاجه. في حاجات انا كنت لسه عاملاها قريب معاكم فمش هعملها تاني، وفي حاجات لا لازم ان انا اعملها، يعني البيت يتنضف بيها وكده. فان شاء الله باذن الله نعمل الخطوات دي كلها كده مع بعض، ونتشجع كده ونشجع بعض. معذره بقى على اي صوت او اي حاجه، انتوا عارفين ان انا ساكنه على الشارع، فتسمعوا اصوات كتير وحاجات كتير غريبه كده. فبس يا بنات، يلا بينا كده على الفيديو. نستعين بالله ونقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله. ويلا بينا على يوم الخميس. يلا بينا كده نتوكل على الله، وقبل اي حاجه نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ويلا بينا كده نبتدي الفيديو ونعمل مع بعض النهارده شويه حاجات كده. بس طبعا قبل ما ابدا في اي حاجه، بجد والله العظيم يا بنات وحشتوني جدا 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 جدا. من اخر فيديو اللي هو من حوالي مثلا 4 5 ايام، اعذروني يا بنات والله العظيم. انا كان عندي شويه تعب كده. انتوا عارفين تعب الدروس قد ايه متعب جدا جدا جدا، وبصوا بيجي في الاعصاب كده، وهتحسي ان عقلك هيشد منك من كتر الوجع. المشكله اساسا ان الوجع اللي عندي في درس اساسا هو انا مركبه له تلبيسه، فهي دي المشكله. ان شاء الله باذن الله اروح احاول كده ان انا اروح للدكتور قبل العيد. ادعوا لي كده ان انا ابطل الكسل اللي فيا ده. وانا اساسا كده كده بخاف من دكاتره الاسنان جدا جدا جدا، وبخاف من حقنه البنج، وما بحبش اروح لدكاتره اسنان خالص. انا بالنسبه لي اي حد يعني يعمل حاجه في اسناني كده ببقى متضايقه جدا جدا جدا. فادعوا لي كده يا بنات ربنا باذن الله يشفيني كده، ومحتاجش ان انا اروح لدكتور خالص ان شاء الله باذن الله. يلا بينا النهارده كده نعمل مع بعض شويه ترتيبات كده علشان نبدا تنظيفات العيد. طبعا احنا هنا جينا بقى زي ما انتم شايفين، طبعا انا هنا جيت دمياط. فعندي شويه ترتيبات لازم اعملهم قبل ما ابتدي ان انا اعمل تنظيفات. ايه اللي انا هعملها الله اعلى واعلم. يعني لحد الآن لسه أنا مش مركزة قوي في موضوع التنظيفات، مع إني أنا كل مرة مثلا باجي أنفض ببقى يعني مرتبة أفكاري إن أنا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. في الآخر الدنيا كلها بتتقلب عليا. بس في البداية بكون مرتبة، يعني في البداية بكون مرتبة حرفيا إن أنا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. المرة دي أنا مش مرتبة بس غير حاجة واحدة بس، إن أنا أبدأ أعمل المطبخ. تمام، يعني بداية ما هبتدي إن أنا هشتغل في المطبخ ان شاء الله باذن الله، لان المطبخ عندي حرفيا هو اكتر حاجه متبهدله. فان شاء الله باذن الله اول حاجه هبدا بيها هي المطبخ ان شاء الله باذن الله، لو عشنا وكان لنا عمر. فحبيت اعمل معاكم شويه ترتيبات كده تسهل علينا التنظيفات بتاعه العيد. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه كده زي ما انتم ما شفتوا، انا بحب جدا 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 اغير الملايات كل خميس زي ما انتم عارفين. فبصراحة الملايات ما كانتش نضيفة خالص 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 خالص. فحبيت ان انا اغيرها زي ما انتم ما شفتوا كده، وحطيت الملايات اللي انتم شايفينها قدامكم دي مش الملايات يا بنات، الملايات صغيرة، طلعت صغيرة على السراير. فانا عندي اساسا الاكياس بتاعت الالحفة. انا كده كده شلت الالحفة ونشرتها معاكم، يعني غسلتها ونشرتها معاكم زي ما انتم ما شفتوا. ودي الاكياس بتاعت الالحفة كبيرة شوية عن الملاية، فانا فرشتها كأنها ملاية، يعني فاهميني كده وكده يعني. المهم فرشت الملايات زي ما انتوا ما شفت كده، وبدأت ان انا ارتب البيت على السريع، بحيث برضو ان انا لما اجي انفض او مثلا اعمل المطبخ او اعمل اي حاجه يبقى البيت معايا الى حد ما مترتب. فاهمين؟ الموضوع ده بيفرق جدا 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 في حتى ان انت تقدري تلمي الدنيا حواليك بسرعه. فاهمين؟ فزي ما انتم شايفين برتب كده الدنيا كده لحد ما ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يسهل كده، وابتدي معاكم تنظيفات المطبخ ان شاء الله باذن الله. كنت ناويه ان انا اعمله النهارده، بس كل تأخيرة وفيها خيرة، ما حصلش نصيب يعني. ان شاء الله باذن الله باذن الله الفيديو بتاع المطبخ ينزل لكم بكره او بعده بالكتير ان شاء الله ان شاء الله. ادعوا له كده يا بنات.
ادعوا لي ان شاء الله باذن الله ان يعني اسناني ما توجعنيش وكده، وابتدي ان انا اعمل المطبخ ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم ما شفتوا انا غيرت الملايات، وبعد كده الديب فريزر كان عليه شويه تراب كده. طبعا انتوا عارفين الحاجات اللي بيبقى لونها اسود بتلم تراب بطريقه صعبه جدا جدا جدا. فلمعت برضو الديب فريزر كده على السريع. بصوا هي دي تنظيفه كده من على الوش، فاهمين؟ لكن طبعا تنظيفة العيد ما تبقاش كده خالص. انتوا عارفين اكيد تنظيفات العيد بتبقى حاجات بصوا تانية كده، وتبقى نظافة، يعني نظافة بتحس ان هي بتطلع من كل مكان، والريحة الحلوة بتطلع من كل مكان. ففي بقى لسه هنغسل الحيطان او هنلمع الحيطان، حاجات من دي بقى. فلسه الموضوع ده وطبعا هنشيل السراير وهنشيل تحت السراير والمراتب. الحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله لو عشنا وكان لينا عمر وربنا اراد ان شاء الله نعملها مع بعض. زي ما انتوا شفتوا الاوضه بعد ما خلصتها كده على السريع، خلاص بقى خلصت. طبعا شلت السجاد علشان اغسله. لازم كل عيد يعني بصوا ما ينفعش يجي علينا عيد كده من غير ما نغسل السجاد. فهي مشاية، هي مش سجاد يعني مش سجاد كبير، هي مشايات صغيرة كده ورفيعة. ان شاء الله بإذن الله اغسله برضه معاكم. مش عارفة لسه معاكم ولا هغسلهم لوحدي، الله أعلى وأعلم. بس ان شاء الله بإذن الله نغسلهم مع بعض يعني. ان شاء الله باذن الله. انتوا عارفين الجو الايام دي حر، والواحده بتبقى اساسا يعني مش قادره بقى تلبس طرحه وتلبس وفاهمين الكلام ده. والجو بيبقى حر، وبالذات لو انت واقفه في مكان بيبقى حر جدا، بالذات في المطبخ او في الحمام بيبقى الجو حر جدا. فصعب ان انت تصوري كده. فربنا يعيني اشغل معاكم التكييف ونشتغل مع بعض ان شاء الله باذن الله. بعد كده دخلت على اوضه النوم زي ما انتم ما شايفين، الحاجات اللي فيها بسيطه جدا جدا جدا. يعني هرتبها كده برضو على السريع، وهشيل السجاد من على الارض، ويبقى الدنيا معايا برضو نظيفة الى حد ما. يعني دي نظافة كده مؤقتة، يعني حاجات كده من على الوش مؤقتة. طبعا لسه هنشيل مع بعض الستاير. هنغير كده الشكل بتاع يعني ان شاء الله باذن الله نحط كده ملاية شكلها حلو. نغير كده الشكل، نشوف هنحط الطقم بتاع الزينة، هنعمل حاجات كده ان شاء الله باذن الله. ونفرش بقى فرش العيد والكلام ده كله مع بعض ان شاء الله باذن الله. أهم حاجة إن أنا يعني أخلّص فرش العيد، وأشجّعكم كده قبل العيد مثلًا ب3، 4 أيام إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله لو عِشنا وكان لينا عُمر. مين بقى صايم فيكم يا بنات؟ أنا والله العظيم كان نِفْسي جدًا، جدًا إن أنا أصوم، لكن الحمد لله مش باقدر أقعد من غير مسكن خالص. فمش قادرة خالص والله يا بنات. يعني بُصّوا حاولت النهارده إن أنا أصوم، بس ما عرفتش والله. بس ان شاء الله باذن الله كده الايام الجايه احاول ان انا اصوم ان شاء الله باذن الله. طبعا بسجل لكم فيديو النهارده السبت، فعدى الجمعه وعدى السبت. فالله المستعان، يعني زعلانه جدا 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 والله العظيم يا بنات. بس يعني انتوا عارفين فترة الصيام بتبقى طويلة جدا جدا جدا، وانا مش هعرف اقعد الوقت ده كله. يعني مش هقدر اقعد من الفجر لحد المغرب من غير اي مسكنات، لا لازم اخد مسكن. يعني يعني ممكن اخد 3 مرات مثلا مسكن في اليوم، فاهميني؟ مش هقدر اقعد الفترة دي كلها من غير مسكن حرفيا. بحس ان عقلي بيشت مني. عارفين العقل لما بتحس ان انت عايز تخبطي دماغك في الحيطة من كتر الوجع؟ هو ده حرفيا اللي انا بحس بيه. كل مشكلتي في الحياة إن أنا باخاف من دكاترة الأسنان. يعني باخاف من الحقنة بتاعة البنج. دي مشكلتي في الحياة. يعني أنا ممكن أنا أقسم بالله يا بنات أنا عملت درس واحد بتلبسته في سنة. أنتم متخيلين؟ لكم أن تتخيلوا إن أنا عملت الدرس ده في سنة. أقسم بالله يا بنات مش بهزر خالص، وهو ده اللي واجعني، ويمكن هو ده التأخير اللي أنا أخرته فيها هو ده السبب. المهم تعالوا بس اقول لكم انا عملت ايه ونكمل موضوع الدرس كده بعد كده. زي ما انتم ما شفتوا نفضت السرير. كمان التسريحه مفيش عليها حاجه. ظبطت الكومودينو كده ومسحته. المخدات كده خديتها نحطها على جنب علشان هغسلها. شلت السجاد من على الارض عشان برضو هغسله. وبعد كده رحت جبت التاتش زي ما انتم شايفين كده، وحطيت اللي هو الفايبر علشان خلاص بقى هعين وكده. انا كنت بس حاطاه على السرير لان احنا كنا مشغلين التكييف، وبصراحه انا حسيت ان انا سقعانه جدا. فجبته اتغطيت بيه. ما كنتش لسه غسلته بصراحة من ساعة الشتا. فقلت ايه خلاص هغسله يعني. فما عنديش بانيو يا بنات زي ما انتوا عارفين، فانا بغسله ايه في الطش كده زي ما انتم شايفين. الطشت ده الطشت او الطشت مش عارفه اسمه ايه. الطشت ده بتاع ماما وام جوزي. فايه انا جبته كده وحطيت فيه حطيت فيه ميه وكلور الوان ومسحوق هدوم واوكسي. اللي هو الجل. تمام. وقلبتهم كده مع بعض وحطيت فيهم اللحاف خلاص كده، وحطيته بقى يتنقع. والملايات برضو اللي انا شلتها من على السرير قلت برضو اول باول كده اقوم اخلصها وحطها في الغساله. تعالوا بقى نشوف الصلاه مع بعض. زي ما انتم مش شايفين انا اول حاجه شلت الجود اللي انا حطاه
او الحتت اللي انا حطاها على السجاده اللي هي بتحافظ لي على السجاده من الرجلين الاولاد وكده، شلتهم حطهم على جنب كده، نفضتهم وحطهم على جنب. دلوقتي هطبقهم يعني وهبتدي برضو يعني هطبقهم علشان احطهم على جنب عشان هغسلهم، فاهميني؟ يعني كل حاجه هغسلها. انا ليه شلت السجاد يا بنات؟ علشان انا لما باجي اغسل المطبخ ممكن اي حد من المطبخ عندي هو اول وبعد كده الحمام، فاهميني؟ فالاولاد بتيجي من المطبخ يعني بيخشوا الحمام فبيعدوا على المطبخ، فطبيعي رجليهم مثلا هتتبل او يحصل اي حاجه، فاخاف على السجاد لاني لسه غاسله السجاد وكده. انتوا عارفين السجاد لسه مغسول عندي في العيد الصغير، فهو نضيف اساسا زي الفل ما شاء الله اللهم بارك، فانا اخاف على السجاد، فاهميني؟ فقلت بقى اشيل السجاد. ومنها برضو ايه، عارفين بقى الفرحه بتاعه العيد اللي هو بتفرشي بقى السجاد، بتفرشي الستاير، بتحطي بقى ستاير نضيفة، الكلام ده كله الحاجات عندك كلها بتبقى نضيفة. شلت طبعا مفارش، شلت اي حاجة موجودة معايا عشان كل الحاجات دي هتتغسل. طبعا لسه مش مقررة هفرش ايه وكده، بس برضو اغسلها واسيبها كده. بحب بقى ايه، عارفين اقرع البيت يعني البيت حرفيا يبقى اقرع اقرع كده. بكرة إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله برضه إن شاء الله أشيل الستاير، يعني إن شاء الله بإذن الله. مش عارفة هانزّل يعني الفيديو ده هيبقى معاكم والّا لأ، بس احتمال كبير يبقى معاكم علشان أشجّعكم إن شاء الله بإذن الله. برضه اللي عندها ستارة، اللي عندها براءة، الحاجات دي كلّها تقدر إن هي تشيلها وتنضّفها وتغسلها كده وتعينها نضيفة، تمام؟ علشان الواحدة لمّا بتيجي تنضّف يا بنات خلّوا عندكم دايمًا، دايمًا حتى لو أنت عندِك التكييف عامل عمايله. المهم يا بنات، حتى لو أنتِ عندِك استبن للحاجة اللي عندِك دي، لأ برضه نزّلي الحاجات بتاعتِك كلّها اغسليها، إذ ربما يعني تحتاجيها، فاهميني؟ فما ينفعش تحطيها مش نضيفة. فشيلي الحاجات اللي تنفع إن هي تتشال تتغسل وحطيها على جنب، بحيث برضه إن هي تبقى نضيفة معاكِ. تيجي بقى تفرشي حاجة، تعملي حاجة، احتجتِ الحاجة دي، تبقى الحاجة معاكِ كلّها نضيفة. طبعًا خلاص خلّصت كده، طبّقتهم حطيتهم على جنب وهاغسلهم طبعًا. جيت بقى على الكنبة، طبعًا أنتم عارفين الخداديات دي كنت عاملاها معاكم في العيد في عيد الفطر طبعًا، في عيد الفطر اللي فات. في عيد الفطر اللي فات إيه، في عيد الفطر هو أكيد اللي فات في عيد الفطر. ف قُلت أشيل الخداديات دي، يعني أشيل منها الأكياس. أنا مخيطاها طبعًا يا بنات ما لهاش سوستة. فأنا قُلت أشيلهم كده برضه وأحطهم برضه علشان أغسلهم برضه، يبقوا معايا نضاف، عشان لو احتجتهم والّا حاجة برضه إني أحطهم. لسه برضه مش مقررة إيه مثلًا الكوشن اللي أنا أحطه، إيه الحاجات اللي أنا هاحطها في العيد، لسه مش مقررة خالص، ما فيش في دماغي أي أفكار خالص، خالص، خالص. فلسه مش عارفة هاحط إيه، هاحط اللون إيه. المهم قُلت برضه أغسلهم إذ ربما أحطهم هُم، فاهميني؟ فيبقى معايا الدنيا برضه نضيفة وحاجتي برضه تبقى نضيفة وريحتها حلوة. حاولوا يا بنات إن أنتم تغسلوا بالأوكسي اللي هو نسيم الشرق، ريحته حلوة جدًا، 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 يعني بيخلّي الهدوم محتفظة بريحتها فترة طويلة، بتبقى الحاجة ريحتها حرفيًا يعني محتفظة بالريحة فترة طويلة، أيًا يكن بقى مفارش، ستاير، أي حاجة من الحاجات دي حرفيًا بتبقى ريحتها فيها لفترة طويلة جدًا، جدًا. ريحة الأوكسي بتبقى ريحته فظيعة وبيخلّي ريحة البيت فُلّة، 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 فُلّة. المهم زي ما أنتم ما شُفتوا كده، أنا خلاص خلّصت بقى الخداديات، طلّعت الترابيزة بتاعتي، طبعًا أنا شِلت من عليها المفرش ومسحتها وطلّعتها فوق كده على الكنبة، علشان أعرف إن أنا أكنس السجادة براحتي بالمكنسة، علشان أنا عايزة برضه ألِم السجادة زي ما قُلت لكم وأشيلها، يعني ألِف السجادة وأشيلها. فقبل ما ألِفّها كده وأشيلها أكنسها بالمكنسة كويس جدًا، جدًا، أشفّط أي تراب منها أو أي حاجة فيها وأعينها نضيفة كده معايا، عشان برضه لمّا آجي أفرشها طبعًا هاكون ماسحة بقى ومنضفة وكده، فما ينزلّيش أي تراباية أي حاجة، تبقى الدنيا معايا زي الفل، فاهميني؟ طبعًا شايفين السجادة قدامكم زي الفل إزاي، والشراشيب بتاعتها فُلّة شمعة منوّرة كده. فطبعًا إن شاء الله بإذن الله زي ما قُلت لكم، آجي أفرشها، أفرشها كده على نضافة، شدّيتها برضه من تحت السفرة، أكيد تحت السفرة هيبقى فيها تحتيها تراب. أنا كنت لسه أصلًا عاملة معاكم الصالة قريب خالص، بس أنا رُحت راس البر وفي شباك عندي كده صغير في الجنب في الصالون، أنا كنت سايباه مفتوح حرفيًا، الصالون كلّه مليان تراب، السجاد ده كلّه مليان تراب، الخشب كلّه مليان تراب، بس أنا سايبة التراب ده أنا عايزاه كده، فاهماني؟ أنا عايزة التراب ده يفضل موجود كده يعني إيه لحد ما آجي أعمل بقى تنضيفة العيد الحلوة دي، وأشيل بقى التراب، بدل ما أعمل مرّة وأرجع أعمل مرّة تاني، لأ هاعملها بقى مرّة واحدة وخلاص، فاهمين الفكرة في إيه؟ فأنا قُلت بقى أشيل السجاد علشان مثلًا آجي أشيل حاجة، أرُش مثلًا أي حاجة، السجاد ما يتبهدلش معايا، وبعد كده أفرش بقى السجاد على نضافة، فاهميني؟ برضه كنت شايلة الشازلونج علشان أقدر إن أنا أشيل السجادة، لإن السجادة بتبقى تحت الشازلونج.
اخدت بقى المفارش بتاعتي وقلت اروح برضو احطها في الغساله بالمره. كانت خلاص الغساله معايا خلصت الملايات اللي كنت احطها، كنت حاطه معاها كام قطعه كده فاتحين يعني، عشان كانوا الملايتين اصلا صغيرين في الغساله، فحطيت معاها كام قطعه كده فاتحين، وقمت حاطه بقى المفارش على طول. تمام. حطيت المسحوق بتاعي، قلت بالمره بقى اجري على المنشر انشرهم على طول، يعني اخد الملايات انشرها على طول عشان يبقى كده انا ايه خلصت دنيتي، ما يبقاش ورايا حاجه. بعد ما اخلص البيت وكده ما يبقاش ورايا حاجه. حتى الغدا النهارده، الغدا بتاعنا كان غدا حاولي لما تيجي تعملي اي حاجه في البيت اعملي غدا بزياده من قبلها بليله. فاهميني؟ يعني اما تيجي تعملي الاكل زودي الاكل. انا طبعا كنت عامله اكل معايا زياده من اليوم اللي قبله، وسبته بقى لتاني يوم، قلت ايه نتغدى الاكل البايت اللي موجود ويبقى كده تمام قوي. فمعايا مش معايا حاجات كتير يعني في المطبخ وكده، شويه حاجات بسيطه يعني بصوا على السريع كده تدخل تتغسل بسرعه بسرعه بسرعه، يبقى الدنيا معايا زي الفل. يبقى انا كده ايه يعني كده خلصت بص كل حاجه ورايا. نستعد بقى للتنظيفات بتاعه العيد. هقعد كده ايه اعمل كوبايه قهوه واشغل بقى ايه الجمجمه. هعمل ايه بقى وهبتدي افكر في ايه وهبتدي ابدا بايه. انا اللي قلت لكم زي ما قلت لكم ان انا هبدا بالمطبخ، بعد المطبخ بقى هعمل ايه يعني كده. فاهميني؟ ان شاء الله باذن الله بكره او بعده ينزل لكم الفيديو بتاع المطبخ ان شاء الله باذن الله. وبعد كده هنبتدي بقى نشيل الستاير مع بعض نغسلها بتاعه البيت كله، نغسل الستاير مع بعضها. انا غسلت المفارش كلها، حتى المفارش بتاعه الصالون برضو اهي شلتها، لان ان شاء الله باذن الله باذن الله ممكن هي اللي احطها، لان مش عارفه انا حاسه ان اللون الابيض مفتح معايا الصالون، غير لما احط اللون البني او المفارش اللي هي البني بحسها بتغمق معايا الدنيا. فان شاء الله باذن الله يمكن احط معايا الابيض تاني. فاهميني؟ حتى المفارش اللي انا احطها على الصالون اللي هي حمايه دي، اللي هي بتحميها من اي حاجه، الاولاد مثلا لو في ايدهم حاجه ولا كده ما يبطعوش الصالون نفسه، او ما يبقاش فيه بقع في الصالون. فحاطه المفارش دي بحيث ان هي تحافظ لي اكتر على الصالون فتره طويله، ما يبقاش فيه بقع أو اي حاجه من الحاجات دي. فبرضو شلتها قلت اغسلها برضو معايا بالمره. وممكن برضو يمكن احتمال كبير افرشهم لحد ما ابقى اجي اعمل تنظيفات العيد. لسه حوالي يعني ممكن افرش معاكم يوم الخميس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله لو عشنا وكان لينا عمر هفرش معاكم الشقه كلها يوم الخميس، يبقى لسه السبت والحد الجمعه والسبت قدامكم، لان العيد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله لو عشنا وكان لينا عمر هيبقى يوم الحد. تمام. فهفرش الاربع وهيبقى لسه قدامكم الخميس والجمعه والسبت، او هفرش او الخميس. الله اعلم اعلم بقى، احنا بقى بصوا ظروفي انا بقى وظروفي بقى، الله اعلم اعلم. بس مش عارفة بقى لسه هاقضّي العيد في الشقة هنا والّا هاقضّي العيد في راس البر، فلسه مش عارفة. عامةً أنا راس البر خلصت الشقة خلاص وفرشتها وكل حاجة، هابقى أوريكم الفرش. أنا نسيت والله العظيم بقيت أصور لكم الفرش في الآخر، بس هاصور لكم الفرش أول ما أروح إن شاء الله بإذن الله. بس أفتكر كده آمم، هافتكر كده وإن شاء الله هاكون يعني أكون فاكرة وأصور لكم الشقة بعد ما أنا خلصتها. يعني أنا خلصتها وفرشتها وكل حاجة، وفرشت الأطقم الزينة في أوضة الأولاد، وبُص خلّصتها خالص يعني تمام بقت زي الفل. وفرشت طبعًا ساجدة في الصالة تاني، وفرشت الحافظة وكل حاجة ضبّطت الدنيا وغسلت الرُكن وغسلت الفوتيه الأصفر. المهم مضبّطة كل حاجة في الشقة هناك، وبرضه البلكونة وكل حاجة متضبّطة معايا، عشان برضه لو هنقضّي العيد هناك يبقى الدنيا معايا برضه إيه تمام وزي الفل. وجيت بقى برضه هنا بقى لي حوالي 3، 4 أيام. تمام. قُلت برضه أضبّط الدنيا هنا، ولو في حاجة برضه عايزة تتنضّف تتنفّض بجد. يعني بُصّوا أنا كنت سايبة البيت والله العظيم بقت زي الفل، بس كمية التراب اللي موجودة حرفيًا حتى الصالون نفسه القماش مليان تراب، مليان، مليان تراب. فإيه لأ الموضوع مش هاقدر إن أنا أسيب التراب ده موجود. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يعينّي ويعينكم جميعًا يا رب على شغل بيتكم كده. قوموا يالّا بقى يا بنات، يعني بُصّوا عايزاكم بعد الفيديو ده تاخدوا شوية تشجيع كده وتقوموا تشيلوا سجاد البيت كله وتخلوا كل السجاد اللي عايز يتغسل حطيه على جنب، واللي هو نضيف حطيه على جنب. وابدأي بقى اشتغلي معايا واحدة واحدة كده ان شاء الله بإذن الله بإذن الله نخلص كل ايه حاجة العيد كده، او شغل البيت قبل العيد. طبعا عارفة في ناس كتير بدأت كتير يعني قبلي بكتير، وانا كنت بدأت اساسا في الشقة هناك، بس يعني لسه عندي هنا فاهميني؟ فاللي لسه متأخر وكده الفيديو ده ليكِ. يعني لو أنتِ لسه متأخرة ولسه ما خلصتيش شغل بيتِك الفيديو ده ليكِ. طبعًا لو أنتِ وصلتِ لحد هنا في الفيديو ونسيتِ إن أنتِ تشتركي في القناة أنا بافكّرِك أهو.
تنسيش إن أنتِ تشتركي في القناة وتكتبي لي comment منِّك حلو كده، وعرّفوني يا بنات اللي لسه جداد معايا، اكتبوا لي أساميكم كده عشان أدخل أرحّب بيكم ونبقى نعرف بعض كده أكتر وأكتر وأكتر. أنا عارفة إن صوت الموتور بيزعجكم أحيانًا في الفيديوهات، بس حرفيًا والله العظيم غصبٍ عني يعني هو صوت الموتور علشان أنا قريّبة جدًا من الموتور، فهو الصوت بتاعه بيبقى عالي كده. بس مش عايزاكم تنزعجوا من صوت الموتور خالص ولا كأنكم سامعينه، خلّيكم سامعين صوتي أنا. المهم زي ما أنتم ما شُفتوا طبعًا أنا كنت شايلة بقى إيه، كل حاجة من الصالون زي ما أنتم ما شُفتوا كده وشدّيت الترابيزة وكنست برضه السجادة زي ما كنست التانية كده. بُصّوا أنا شِلت الصالون ليه، السجادة بتاعة الصالون ليه، أنتِ هتقولي لي مثلًا الصالون بعيد وكده، لأ أنا ممكن أحتاج الشباك بتاع الصالون مثلًا باطلّع عليه المراتب، الحاجات دي، فما ينفعش الرجل بقى إيه، تاخد كل حاجة وندخل بيها على السجادة في الصالون، فلازم برضه أشيل سجادة الصالون هي كده، كده مش متعبة يعني، يعني باحاول أتسايس عليها كده لحد ما باشيلها، باشيل طبعًا زي ما أنتم شُفتوا الفوتيهات كده، باشد الترابيزة، الحاجات دي باكنسها برضه بالفّها وباحطها على جنب، وباكنس الأرض بقى وباخلّي الدنيا زي الفل. خلاص بقى خلّصت كنيس كل الشقة كلّها كل الشقة كده خلّصت كنسها. أنا عارفة إن السيراميك تاعب لكم عينيكم، بس باحبه أنا عارفة إن السيراميك تاعب لكم عينيكم بس باحبه. المهم يا بنات خلاص خلّصت كده وكنست الشقة كلّها، كلّها. قُلت بقى أجيب الشبشوبة وألمّع بس كده، أنا عايزة بس ألمّع كده على السريع، بحيث إيه، إن برضه تبقى الدنيا ما فيش فيها تراب وما فيش فيها حاجة، ما فيش في أي تراب في الأرض ولا أي حاجة، إحنا بنستعد للتنضيفات الحلوة العميقة الحلوة دي اللي أنتم بتحبوها. فبنستعد ليها، فأنا قُلت ألمّع بس كده تلميعة كده خفيفة في الصالون، في الصالة، في أوضة الأولاد، في أوضة النوم، لمّعت كده الدنيا كده على السريع، وخلّصت الدنيا كده، رجّعت كل حاجة مكانها، رجّعت الفوتيهات، رجّعت الترابيزة بتاعة الصالون، رجّعت برضه الكريستالات المحطوطة أو الطقم اللي هو محطوط على الصالون ده، على الترابيزة برضه مليان كلّه تراب لو أنتم تاخدوا بالكم، برضه هنلمّعه مع بعض في العيد، يعني نسيب الحاجات دي زهوتها كده تطلع في العيد، فاهميني؟ يعني الحاجات دي لمّا بتبقى في العيد كده بتبقى أحلى بكتير بصراحة، لمّا بتلمّعيها على العيد بتبقى بصراحة حلوة جدًا، 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 وبتدّي زهوة كده بتبقي مبسوطة كده ومنشكحة انشكاحة حلوة إن أنتِ كل حاجة حواليكِ نضيفة، فإن شاء الله بإذن الله ننشكح كلنا الانشكاحة دي. يعني إن شاء الله بإذن الله الفيديو كده يعني الفيديو إيه، البيت بتاعنا كلّه يبقى كلّه منشكح يعني كل بيوتنا تبقى إيه، حلوة كده ونضيفة وكلّنا نبقى قاعدين منشكحين كده ومبسوطين وفرحانين إن كل حاجة حلوة حوالينا، كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله بإذن الله، بإذن الله السنة الجاية كلّنا نبقى صُحبة في الحِج إن شاء الله بإذن الله. نِفْسي، نِفْسي، نِفْسي يعني حلم حياتي كده أبقى واقفة قدّام الكعبة. عُمرة بقى، حِج، أنا راضية والله العظيم لو عُمرة أنا يعني أتمنى بس أروح وارجع يعني، بُص أروح وارجع كده، ربنا يكتبها لي ويكتبها لكم جميعًا يا رب اللهم آمين. خلاص خلّصت ومسحت وخلّصت كل حاجة والأرض معايا نشفت، نزّلت الترابيزة، الدنيا معايا زي ما أنتم شايفين والنظام زي ما أنتم شايفين، هاسيبه على الحال ده لحد إن شاء الله بإذن الله أمّا أعمل معاكم تنضيفات. بس يا بنات هو ده كان الفيديو، أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.